طبعا انتم بتعرفوا احنا كجمعيه كشاف منشطات الاسره بمجموعه جنين، عندنا ابرز الانشطه المواعيد الاسبوعيه، عندك اشبال، كشاف، جوالي، للاضافه للفرقه الموسيقيه. طبعا بالاضافه انه احنا في عندنا كذا نشاط كداخل المخيم، منا مسيرات كشفيه وطنيه، عندك مسير كشفي جبال وما شابه. بتعرف انت الكشاف حياه الخلاء، فلازم يكون عنده هيك شيء. وعندك انت كمان رحل ترفيهيه، وعندك مبيت كشفي. وعندنا كان خلال شهر رمضان عندنا كان سلسلة أنشطة، منها توزيع تمر، توزيع فطور وسحور، إفطار جماعي. بالإضافة لحملة تبرعات، كان في إحنا عاملين حملة تبرعات لأهلنا بغزة. وزي ما أنتم بتعرفوا حيكون بكل كشاف في فئة مستهدفة، منها من أعمار ال7 سنين وما فوق. إن طبعا الفئة المستهدفة إنه بيكون أشبال، كشاف، جوالي. وبكل كشاف حيكون في عدد. إحنا بفضل ربنا عددنا كمجموعة جنين داخل المخيم من 230 ل 250 كشف. دورنا انه نحبب الشباب بحب القضيه الفلسطينيه، بتعزيز الروح الانتماء للقضيه الفلسطينيه. لان انت بتعرف احنا كمجموعه جنين، سمونا احنا كمجموعه جيب انتماء لبلده جنين اللي هي داخل فلسطين المحتله. احنا ككشاف رسالتنا لكل الشباب الموجودة انه تلتحق فينا، لانه من خلال الكشاف احنا قادرين نخليك تتقرب من ربنا من خلال اول ما تنتسب عنا بالكشاف بنحطك بحلقة تحفيظ قرآن وبحلقة دروس دين. حتى اذا حابب تنمي شيء من قدراتك اللي انت فاقدها بالكشاف، ان كنت جوال او قائد او مساعد قائد، انت قادر تكتسب هاي المهارات. القائد محمد خليل هو قائد كشفي، بدأ مسيرته ب 2023 كقائد كجوالي، بعدين كمساعد قائد، بعدين كقائد. القائد أحمد عثمان هو من أهم القادة كانوا لكشافة الإسراء. فيش مرة بعتنا لأحمد إلا دقيقتين 3 يكون بالمركز. يعني إبراهيم ما شاء الله عنه كان مجرد انه نبعث فيه نشاط، مجرد انه نبعث تعالوا على المركز، كان من اول العالم اللي يجي على المركز. يوسف الشما هو الجوال الذي كان يلبي جميع نداءات القادة. يعني فيش مرة بعتنا نحن ليوسف ما لبانا، فيش مرة بعتنا له ليوسف في نشاط، في توزيع تمر، في جمع تبرعات، اي ما يكون النشاط نلاقيه. امجد كان من اللي بنعتمد عليه بالفرقة الموسيقية. امجد كان من اهل المساجد. امجد كان يعني وين في شغل، وين في عمل لله يروح.